السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. موضوع حلقتنا النهاردة عن صيام أول يوم رمضان. بس قبل ما نبدأ خلينا أعرفكم ده معاكم أحمد محمد، وده برنامج نفحات شهر رمضان. رمضان مش موسم بنعد فيه أيام، رمضان فرصة بنعد فيها خطواتنا. كل نفحة فيه دعوة، ذكر، صدقة، لحظة صدق بينك وبين ربنا. لو نفسك تعيش رمضان بجد مش بس تصومه، انت في المكان الصح. أهلا بيك في برنامج نفحات شهر رمضان. فاكر أول يوم صيام وأنت صغير؟ الحماس والانتظار، ريحة الأكل، صوت القرآن، كل شيء كان مختلف. وفي مرة كان في ولد صغير سأل أمه: هو إحنا ليه بنصوم؟ ابتسمت وقالت له: علشان نحس بنعمة الأكل، نحس بالقلب اللي جعان، عشان نحس بالضعيف ونحس إن ربنا قريب مننا. الولد ما فهمش الكلام ده دلوقتي، لكن لما كبر فهم إن الصيام مش مجرد امتناع عن الأكل، الصيام مدرسة بتعلمك الصبر، بتعلمك تتحكم في نفسك، بتفكر قبل ما تغلط. وفي أول يوم صيام بعد كده الولد حس بنوع من القوة، شعوره إنه قادر يسيطر على نفسه وإنه قادر يعيش يومه بهدوء. ده اللي بيخلي الصيام مدرسة للحياة. وفي نهاية حلقتنا حابين نقدم لك نصيحة: خليك صبور في أول يوم رمضان، وابدأ صيامك بخشوع وتركيز. كل لحظة صيام بتقربك من ربنا وبتطهر قلبك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. استنونا في حلقات جديدة. كان معاكم أحمد محمد في برنامج نفحات شهر رمضان.